السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة للجميع. خلال ليلة اليوم إن شاء الله جليد سيتكون مع درجات حرارة دون الصفر خاصة على الهضاب والسهوب. أما خلال يوم الغد بعد انقشاع ضباب على الواجهة الغربية فالأجواء تبقى من صافية إلى قليلة السحب أكثر كثافة على مناطق الجنوب الشرقي وكذلك منطقة الواحات، ليتحسن الطقس خلال أواخر النهار على على منطقة الواحات. أجواء مغشاة على أقصى الجنوب، درجتين دون الصفر على كل من البيض الجلفة وكذلك باتنا، مقاييس ما بين 5 درجات إلى غاية 7 درجات، وهذا على السواحل، 6 درجات على تندوف، تمنرست، 12 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحر القصوى تتراوح ما بين 19 لغاية 20 درجة، 21 درجة على الواجهة الساحلية على ولاية تلمسان، 19 درجة على العاصمة، 10 درجات فقط على البيض وكذلك سعيدة، 16 درجة على بشار، 17 درجة على كل من غرداء كذلك ولاية إليزي، 20 درجة على الصحراء الوسطى حتى على ولاية تندوف، ترتفع إلى 28 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ جميل على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، لكن قليل اضطراب على السواحل الغربية، رياح معتدلة تصل لغاية 40 كيلومتر في الساعة. طقس بارد، أقول جد بارد خلال يوم الغد على موسكو مع 22 درجة دون الصفر، 6 درجات دون الصفر على كييف مع طقس غائم. أجواء مطرة على كل من لندن وباريس مع 11 درجة، نفس الأجواء على روما، مدريد كذلك لشبونة. أجواء مغشاة على اسطنبول مع 12 درجة. غروب الشمس ليوم الغد على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام 5:48 دقيقة. أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.